السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال. وصفتنا اليوم هي عجينه الصابلي. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جميع اسرار النجاح ديالو. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير طريقه التحضير. على بركه الله غادي نحتاجوا لربعه ديال الزبده مارغرين. هنا استعملت اللذه. غنضيف عليها قبيصه تاع الملح، غنضيف عليها زلافه ديال السكر كلاصي ما يعادل 160 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نخدم مزيان ديك الزبده هي والسكر كلاصي. غادي نضيف عليها زلافه لاروب ديال الزيت اي ما يعادل 140 غرام ديال الزيت. وغادي نخدم مزيان هذيك الزيت هي والزبده والسكر كلاصي. غادي نضيف عليها معلقه ديال البخاليني ديال اللوز، هو اللي غادي يعطيني النكهه وكذلك غادي يعطيني اللون لهاد الصابلي. غادي نضيف عليه 2 بيضات كاملين. غادي نخدم مزيان هذا الخليط حتى نتحصل على واحد خليط اللي كريمي بحال الكريمه. هذا هو اهم سر في نجاح الصابلي. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه لهاد العجينه خدات لي 740 غرام ديال الدقيق، نوعيه جيده. يمكن تاخذ لكم قل او لا اكثر على حسب. كاين الدقيق اللي تيتشرب، كاين الدقيق اللي ما تيتشربش. هنا تنبدا نضيف الدقيق غير شويه بشويه وما تنعجنش وما تندلكش نهائيا. تنجمعو غير بصباعي. هنا راه زربت الفيديو باش ما يجينيش طويل. تتخدمي غير شويه بشويه وانتي تدخلي هذوك الدقيق في هذوك المقادير. ودائما خاصك تخدمي الزبده مزيان، هو اهم سر. هنا غادي نضيف خماره تاع 7 غرام. انا تنضيف عفوا الخميره الصابلي، غتيجي رائع جدا. لان الزبده نرجعوا لنفس الموضوع، لان الزبده الا ما خدمتيهاش مزيان تتبقى مكركبه. من بعد فاش طيب لك الصابلي في الفران تيبقى خاوي، يعني تيجوا فيه دوك الخويات. هنا راني جمعت العجينه كيف ما شفتوا. غادي نقسمها، غادي نلونها. غادي نوريكم هنا الطريقه ديال التلوين ديال عجينه الصابلي الاخوات المبتدئات. غادي نضيف النكهه ديال البيستاش وغادي نضيف اللون الاخضر. يعني اي لون بغيتوه تضيفوا النكهه وتضيفوا اللون باش ما يجيكمش باسل. يعني ماشي غير لون، يجيك اللون وتجيك النكهه فيه. هنا غادي نخدمهم غير بصباعي بهذه الطريقه حتى تندخل داك النكهه وداك اللون في العجين. هنا غادي نتحصل على هذا اللون الاخضر بنكهه البيستاش اللي غادي نخدم به واحد النوع ديال الصابلي اللي غادي نشاركو معكم كذلك. هنا تنسرح العجين بين 2 بلاستيكات. هذه خليتها غليظه شويه لان غادي نديرها في الرديه، يعني كل وحده بوحدها، ما غاديش نلصقهم. وغادي نوضعهم في السيلبات. يعني الاخوات اللي عندهم السيلبات راه تيسهل المأموريه. هنا غادي نستعمل هذا المرشم الدائري وغادي نتقب من الوسط. هذا عملي، يعني هاد المرش جداد عمليين. بالنسبه للسيلبات راه تيساعد في توزيع الحراره، يعني تجي الصابلي تيوزع عليه الحراره تيجيك حمر كامل. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش سيلبات يمكن لكم تستعملوا طاوه مباشره او لا توضعوا ورق ديال الفرن وتطيبوه عادي. بالنسبه للفرن الاخوات اللي عندهم الفران خفيف بزاف يعني والطاوه دغيا تتحمر لكم فيه الحلوه، تتوضعي الطاوه الاولى وتتحطي على الطاوه الثانيه وخليه يطيب على خاطر على نار مهيله بزاف باش يتحمروا. الاخوات اللي عندهم الفران ثقيل راه تتوضعي فيه الطاوه وتخليها طيب على خاطرها. هنا بعد ما طيبت الصابلي تلصقوا بالتعليقه اللي فايت لي شاركتها معكم، راه كاينه في القناه. رجعوا الفيديوهات القدام راه غادي تلقاوها، راه تعليقه رائعه
يعني في المذاق، وكذلك تتلصق. لا تستعملوها في الشتاء وفي الصيف، راه نهائيا ما تتسيحش، وإلا حطيتوها راه تتبقى لاصقه وتتبقى تتحافظ لكم على التقرمشه ديال هذا الصابلي، تيبقى مقرمش. غير جربوها ان شاء الله وراه غادي تنال الاعجاب ديالكم. هنا غادي نشارك معكم بعض الاشكال فقط. بالنسبه لهذا الشكل الدائري كذلك ضفت ليه غير النكهه ديال الشكلاط وضفت ليه الكاكاو. بالنسبه للعجينه انا اللي معتمده عندي ما تنعجنهاش بسكر سنيده، وكذلك ما تنضيفش لها جليكوز، غير سكر كلاصي تدخلوها طيب على خاطرها على المهل، راه تيجيك مقرمش ورطب وبنين. هذه هي العجينه المعتمده عندي. بالنسبه للشكل الدائري المثقوب من الوسط، هنا غادي نعمرو. درت كاوكاو محمر، درت اللوزيفيلي ودرت لي فخوي كونفي، وضفت عليهم ديك التعليكه. بالنسبه للتعليكه الا شفتوها قاصحه بزاف ديروها في بان ماغي حتى تطلق وتتعمروا بها. بالنسبه ل هاد التخليطات تعمروا بها لي باطوط، تعمروا بها الطويصات، راه تتبقى لاصقه معلكه. غير جربوها ان شاء الله وغادي ترحموا لي الوالدين. انا غادي نبدا نزين فقط كافكار. اخوة تبارك الله راه موجود الخير وموجود عفوا العديد من الاشكال، ومن على حسب الذوق ديالك انت تتشكلي وتتزيني كيف ما بغيتي. اهم حاجه هي هاد العجينه ما تديفورماش، كيف ما طيبتيها ولا كيف ما قطعتيها راه تتبقى ليك بعد ما تطيب. جربوها وعلى حسابي، وان شاء الله راه غادي تولي هي المعتمده عندكم. بالنسبه لهذا الشكل كيف ما قلت لكم خليته غليظ شويه. هنا غادي ندير عليه هذا الموديل، راه كنت هو شاركته معكم الطريقه ديال العمل ديالو ديال الارابيسك ديال عيد سعيد، طريقه سهله. وهنا كذلك هذا الشكل ديال النوغا، كذلك النوغا راني شاركتها معكم، راه كاين الفيديو حتى هو في القناه. انا تلصق انايا بالشوكولاط باش ما تتحركش ليا من بلاصتها. ان شاء الله تجربوه وينجح معكم. الى عجبكم فيديوهاتي كما العاده ما تنسونيش من الدعم، لي لايك والبارطاج. بالصحه والراحه والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.